بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم بنات؟ نتمنى فيديو اليوم نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم راح نديرو تحلية سهلة وبسيطة، ما يغركمش المنظر، اسهل منها ما كانش. راح نحتاج نصف لتر حليب وعلبة من وزن 50 غرام من فلون. اذا عندك كراميل كان احسن، انا ما عنديش، درت بالفاني. وعندي لها 2 ملاعق من الفارينة او الدقيق الابيض. السكر مش راح ندير لانه الفلون حلو، وزيد راح نديرو كريم شانتي حلوه، فالحلاوه مش راح نزيد ندير السكر. راح نخلط مليح المكونات وراح نخليها على النار حتى تخثر وتعقد معايا بهذا القوام. راح نحطها في اناء ولا في بايركس، وراح نخليها تدفى بدرجه حراره المطبخ، ومن بعد راح نغطيها فيلم اليمونتير ولا نرش عليها سكر باش ما درناش ديك الضلاله ولا القشره، ونحطها في المجمد. اذا كنتي مزروبه حطيها في المجمد، ماذا بيك تكون بارده على قد ما تقدر، لانه نعرفك كريم شانتي ماذا بيها حاجه تكون بارده باش تطلع لك فم. هنا كما قلت لكم ما درتلهاش، ما كانش عندي فيلم اليمونتير، درت السكر راح يدير قطرات من الندى، ما يخليش القشره تكون ما تكونناش القشره. هنا عندي علبه من البسكويت، هذا سعره معقول يعني، واللي يشرو الاولاد. بصراحه انا ينفعني هذا البسكوت في التحليات، خاصه كي ندير الكميه، مثلا كميه كبيره من التحليات من التحليه وال كما نقول احنا عدد الاكواب، يعني كميه مليحه، والكميه تكون عندي صغيره من الاخرى، فكما نقول احنا نزكي به. هنا عندي 2 حبات من الموز وقهوه عادي. اذا عندك قهوه سرت الذوبان ماذا بك، ما عندكش ديري بريس قويها، ديريها ثقيله وخلاص. هنا الفلون تاعنا بعد ما برد مليح، يعني قريب يشمت، راح نديرو 3 معالق كبيره من كريم شانتي، وراح نحلها او نطلعها بالباتور. هنايا راح نضيف لها فنجال من الماء باش نخففها وتجيني خفيفه. اذا حبيتي ديري الماء ولا ديري الحليب، مهم فنجال. هذا راح يخففها، وزيد في نفس الوقت يزكيها. راح نواصل التخليط حتى نشوف باللي خلاص الخليط طلع معايا وتماسك، مش باش ما يكونش متماسك كيما الكريم شانتي، كيما نقول حنا متماسكه مليح، لانه ما درناش كميه كبيره، درنا غير 3 ملاعق فقط اللي راح نخفوا بها. اذا حبيتيها تكون متماسكه وديريها في بوش ادوي وديري بها الشكل اشكال، فديري كاس كريم شانتي. هنايا هنا بعد ما وجدت كامل المكونات اللي عندي، راح ندير في في الاكواب، راح ندير البسكويت، وراح ندير القهوه والموز، ومن بعد ندير طبقه من الكريمه، ومن بعد ندير طبقه من البسكويت بالقهوه والموز، ثاني طبقه بالكريمه. اذا حبيتي ديريها بمول عائلي ديريها، يعني وزعي كلش بشكل متساوي. هنا مهم انك تسقي مليح البسكويت باش يجيك طري، وخاصه الناس اللي تحب ريحه القهوه، فهذه التحليه راح تعجبهم. هنا كنت درت الطبقه الثانيه من البسكويت والموز. هنا كنت نسيت ما درتش القهوه، 2 حبات كما نقول احنا، ولا 2 اكواب ما درت لهمش القهوه، بعد اللي بقاو كنت درت لهم. يا ضروري انك تشربي البسكويت تاعك بالقهوه. واذا ما حبيتيش القهوه ممكن تعوضيها بالكراميل.
هنايا كنت صحبات كنت درتهم بلاش، والباقي درت لهم قهوه باش يجينا كيما نقولوا حنا طبقات. هنا كانت عندي صلصه الطوفي، فكنت خدمتها في حلوى وكانت بقات لي وحطيتها في الثلاجه، تقعد معك حتى لمده 6 شهور في الثلاجه، ما عنده ما عاد يجرالها. اذا حبيتي ديري تخدميها عادي، يعني انا نخدمها يعني نص كاس سكر ولا كاس سكر مع علبه، هو يتكرمل السكر، نديرو علبه ياغورت طبيعي او كاس حليب، ونخليها حتى تتحل مليح الكراميل ونخليها تبرد ونخدم بها. ضروري انه تكون بارده، والا ديري بالكراميل اللي راهي تتباع لبرا، يعني كان صوص كراميل تتباع. نعرفوا الموز مع الكراميل يعطي واحد البنه ولا اروع، خاصه ثاني تزيدي لهم الجوز. اذا عندك ضيفي، اذا ما عندكش عادي خليها كيما هكا. المهم المكسرات مع الكراميل والموز راح تعطي واحد البنه ولا اروع. هذه الوصفه. هنا عندي حبات من الجوز كنت راح نزين بهم، وهذه الوصفه، ونتمنى حبيباتي تكون عجبتكم وتحضروها وتفرحوا بها وليداتكم، متأكدة راح تعجبهم لعائلاتكم ولضيافكم للسهرات الرمضانية المهم متأكدة راح تعجبكم. ما تنسوش حبيباتي لايك واشتراك كومنت تفعيل الجرس وبارتاج، خاصة تبارتاجيو مع أحبابكم وأصحابكم. واللايك خاصة اللايك راح يطلع الفيديو يخليه يتشاف عند أكبر عدد ممكن من المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.